ايفون 17 برو ماكس المفروض اهم موبايل في السنه، بس بصراحه بقى اسوأ من اللي قبله، والناس بقت تزهق من الايفون كل يوم اكتر واكتر بسبب اضافات ملهاش اي قيمه، وكل يوم بقت تظهر مشاكل جديده ومساوئ اكتر في الايفون 17 برو ماكس. بس السؤال اللي لازم نساله، ازاي ابل لسه بتعرف تقنعنا ان احنا نشتري الايفون الجديد كل سنه، رغم ان الاضافات الجديده ممكن ما تكونش مفيده لمعظمنا؟ الاضافات اللي بنسميها اضافات اساسيه هي اللي موجوده في من 5 ايفونات فاتوا. النهارده جاي اقول لك ازاي تبقى مقتنع بالايفون اللي في ايدك وما تحسش انك لازم تغيره كل سنه، وكمان هنعرف سوا السر ورا ان الايفون ليه لسه لحد دلوقتي محافظ على قيمته برغم المشاكل دي كلها. اهلا بيكم، معاكم ميجو. ايفون 17 برو ماكس اكيد نفسك تشتريه وحاسس ان حياتك هتبقى احسن وهو معاك، بس تعالوا كده احكي لكم قصه غريبه عن الايفون. زوجين في الصين كان عندهم بنت صغيره باعوها عشان يشتروا ايفون، باعوا بنتهم ب 50,000 يوان يعني حوالي نص مليون جنيه مصري. ومش بس كده، ده كمان نزلوا اعلان في الجرايد ان هم مستعدين يتنازلوا عن بنتهم اللي لسه ما اتولدتش، ولما اتقبض عليهم قالوا للشرطه ان هم كانوا بيعملوا كده بحجه ان هم يامنوا مستقبل بنتهم مع اسره ثانيه. ومش بس كده، ده كمان الناس اللي بتحب تكون اول حد يشتري ايفون ويمسكه في ايده بيضطروا يقفوا بالساعات حتى بالايام عشان يستلموا الايفون. الناس بقى تحديدا اللي معاها فلوس كتير ما بتحبش تقف في الطابور ده، وبتأجر ناس يقفوا بمئات الدولارات عشان يستلموا الايفون مكانهم. مستغرب صح؟ بص بقى الحكايه الاغرب دي، شاب صيني عنده 17 سنه باع كليته عشان يشتري ايفون وايباد، باع كليته ب 22,000 يوان، واللي خدها منه كسب فيها 200,000 يوان. يعني مش بس باع كليته، ده كمان اتضحك عليه وخسر فيها. وكل ده عشان ايه؟ عشان ايفون. ايه اللي في الجهاز ده قادر يخليك ان انت ممكن تبيع كليتك، او مثلا تأجر ناس يقفوا مكانك عشان يستلموا الموبايل، او حتى تبيع بنتك الصغيره؟ ايه الحاجه اللي تخليني غبي قوي كده وتوصلني ان انا اعمل الحاجات دي عشان اشتري ايفون في الاخر؟ وهي قيمه الشيء ده هي مش قيمه ماديه قد ما هي قيمه معنويه، وما ترسختش في عقول الناس بسهوله. واحد سعودي في سنه 2014 راح يتقدم لواحده عشان يتجوزها، طلبوا المهر بتاعه يكون ايفون 6، والغريب ان المهر ما كانش للعروسه، ده كان لاخو العروسه. هوسنا بالايفون ما اتبناش بسهوله، ده مدروس من ابل من زمان وليه اساسيات ثابته. في سنه 1997 رجع ستيف جوبز لشركه ابل، لها مقسومه لاقسام كتير، زي قسم للماك بوك وقسم للسيرفرات، وكل قسم ليه مدير عام ليه ارباح وخسائر خاصه بيه. ستيف جوبز لغى كل الكلام ده ومشى المديرين وخلى الشركه كلها تشتغل ككيان واحد. ومن وقتها ابل بقت منظمه وظيفيا، يعني في قسم للهاردوير وقسم للسوفت وير وقسم للتصميم وقسم للتسويق، والخبره عندهم هي اللي كانت بتحكم مش المديرين الماليين اللي اهم حاجه عندهم الارباح. وكان عندهم سمعه الفريق هي المقياس، يعني لو عندهم فريق عمل ميزه فاشله سمعته بتتاثر في الشركه كلها. وقدرت تحافظ على مبدأها الاساسي، وهو ان القرار ياخده اللي عنده خبره اكتر مش اللي في المنصب الاكبر. ودي حاجات بنشوفها في مؤتمرات ابل لحد النهارده، وهو ان كل مدير مسؤول بيتكلم عن تخصصه. عملوا كده الشركه زي فرقه موسيقيه، وكل قسم ليه آلة مختلفة، بس الكل بيلعب بتناغم عشان يطلعوا افضل نغمه ممكنه. ستيف جوبز كان كمان عبقري قوي في التسويق، يعني قادر يخليك تشتري كلامه قبل ما تشتري المنتج اللي هو بيبيعه. كان في ناس من جميع انحاء العالم بتجيله المؤتمر بتاعه عشان تسمعه بس. وابل من زمان عندها الموضوع ده مهم قوي، انها تحسسك انك منهم وانك من المنظومه بتاعتهم. انا قبل ما اصنع محتوى ما كنتش بفوت مؤتمر لابل، ومش عشان بحب التقنيه، لا، كان في شركات تانية بتعمل مؤتمرات وكنت بفوتها عادي. بس الفكره هنا، ليه بقى مؤتمر ابل وليه هتفرج حتى لو مش هشتري الايفون الجديد؟ ببساطه وهو ابداع ابل في مؤتمراتها. بنشوف الشركات التانية بتعمل مؤتمرات في قاعات مقفوله وسودة، ابل ما بقتش تعمل الكلام ده مؤخرا. المؤتمر بقى يتعمل في مكان مفتوح بالنهار وسط الزرع والشجر، وده عشان يكون عندك امل وحاسس ان في حاجه فيها تطور هتتعرض. لو الايفنت بيكون في ابل بارك، يعني في مقرهم الرئيسي، يعني بيقولوا للمشاهد انت مننا. ده غير الترانزيشن والانتقالات الخطيره اللي هم بيقعدوا يعملوها طول المؤتمر. كل دي حاجات بتجذبك ليهم هم. في سنة 1997 أول ما أبل حبت تقدم حملة إعلانية، لأن الشركة كانت بتمر بأزمة مالية كبيرة في الفترة دي، عملوا حملة كده ترجع روح الابتكار للعلامة التجارية بتاعتهم، وسموا الحملة دي Think Different، يعني فكر مختلف. وأول جملة ابتدوا بيها في الإعلان Here's to the crazy ones، يعني تحية للمجانين أو إلى المجانين. وهنا كان قصدهم الناس المبدعين اللي الناس دايما بتشوفهم مجانين، لكن في الحقيقة هم بيكونوا سبب التغيير. والإعلان ده عرض صور لأشهر المبدعين في التاريخ، زي أينشتاين وغاندي ومارتن لوثر وبيكاسو، بهدف ربط ابل بالمبدعين اللي غيروا العالم. الحمله دي فازت بجوائز عالميه، واعلان ثينك ديفرنت اتصنف ان هو افضل اعلان في القرن العشرين. ابل سنه 2011 وصلت علامتها التجاريه ل 153 مليار دولار، يعني زياده حوالي 84% عن السنه اللي قبلها. وفي السنه دي اعلنوا عن ايفون 4 اس يوم 6 اكتوبر، بعد يوم واحد من وفاه ستيف جوبز اللي كان يوم 5 اكتوبر. الزياده دي ما كانتش بسبب الاعلانات، لكن بسبب نجاح منتجاتها اللي فيها سر معنوي ودايما
بتشوف اي حد ناجح مع ايفون، اي حد بروفيشنال مع ايفون، عقلك بيرسخ فكره ان انا عشان اكون ناجح لازم يكون معايا ايفون، او يمكن بتروح للطريق الاسهل وهو انك تشتري ايفون بدل ما تكون ناجح. كمان تسعيرهم لمنتجاتهم دايما بيكون غالي، ومش هتعرف تشتري ايفون جديد بحوالي $100 مثلا، ودي برضو سياسه تسويقيه عشان عينك ما تشوفش الايفون رخيص ودايما شايفه غالي وصعب الوصول ليه، واحنا بطبيعتنا كبشر بنحب الحاجه الصعبه. وعشان كده كمان ابل ما بتنزلش موديلات كتير طول السنه، هو موديل واحد ومعروف توقيته بينزل كل سنه. ولو اشتريت الايفون هتحب تشتري الايربودز، ولو اشتريت الايربودز هتحب تشتري الابل واتش، ولو اشتريت الابل واتش هتحب تشتري الماك بوك. هي دوامه، وده اللي بيتسمى ابل ايكو سيستم. فجاه بتلاقي نفسك واقع في حفره ومش عارف تخرج منها بسبب ان مفيش شركه تانية قادره تقدم لك التكامل ده زي ابل، باكونت اي كلاود واحد قادر تفتحه على الايفون والايباد والماك بوك. وده غير ان الابلكيشنز نفسها بتشتغل افضل على الايفون، حتى التصوير على الانستجرام والسناب شات بيكون افضل على الايفون، وده بسبب ان الابلكيشن بيكون شغال على شركه واحده ونظام واحد، انما في الاندرويد بيكون شغال على فئات كتير. كل دي اسباب ممكن تخليك مهووس بالايفون، بس سبب واحد فيهم مش كفايه، هما كلهم مع بعض بيعملوا لك الحاله دي. والحقيقه ان اجابه السؤال ان ليه الايفون لسه محافظ على قيمته لحد دلوقتي برغم كل العيوب دي، في الرد بقى اللي هقوله لك دلوقتي. في تقرير بيقول ان ابل بتوافق ان منتجاتها تظهر في السينما عادي، وبتعتبره ان ده نوع من انواع التسويق لمنتجاتها. بس اللي مش عادي هنا ان ابل بتشترط ان منتجاتها ما يستخدمهاش شخصيات شريره في الفيلم، او حتى الشخصيه دي تظهر في نهايه الفيلم انها تكون شريره. يعني دايما هتشوف ماك بوك عادي، بس عمرك ما هتشوف هاكر بيستخدم ماك بوك، وده بيتسمى التسويق الغير مباشر. ابل عايزه منتجاتها ما يستخدمهاش الا المبدعين والناس الناجحه، وده علشان عقلك يربط تلقائي ما بين عشان اكون ناجح لازم يكون معايا ماك بوك او ايفون. وعشان كده عينك بتشوف الايفون لحد الان ان هو حاجه كبيره برغم ان عيوبه عادي اللي بتظهر يوم ورا يوم. ازاي بقى ما نجرفش للتيار ده واكون راضي بالايفون اللي معايا برغم تسويقات ومغريات ابل العنيفه؟ الراجل ده بيكون ايفانجيلوس مارينوكس، راجل اعمال كبير في اليونان، ثروته بتوصل لحد 4.9 مليار دولار. الراجل ده كان ليه صوره قلبت السوشيال ميديا من فتره وهو ماسك ايفون قديم ومعاه لسه سماعات بسلك، والموبايل ده طلع ايفون 8 برغم انه يقدر يشتري اغلى ايفون. الراجل ده بيكون هو المالك لنادي نوتنغهام فورست لكره القدم، وكمان بيكون مالك لنادي اولمبياكوس ده الاشهر نادي في اليونان. ما اشتراش بقى ايفون جديد عشان عارف هو احتياجه ايه من الموبايل اللي في ايده. بص انا عارف احساس الشخص وهو عايز يغير الموبايل، بس الفكره هنا انت عايز تغير الموبايل ليه؟ الموبايل لو ما فيهوش مشاكل تقنيه يبقى تعالى لي، لا تعالى لي بجد عشان الكلام ده هيوفر لك فلوس كتير قوي. انا عارف ان انت نفسك في ايفون 17 برو ماكس وحاسس ان انت لو جبته هتنتج احسن وحياتك هتكون احلى بكتير، بس انت كده بيضحك عليك وهقول لك ازاي. بس قبل ما اقول لك بيشدوك معاهم ازاي، حابب اقول لك ان ده نتيجه تسويق كبيره انت مش طرف فيه. هم قادرين يحسسوك ان الايفون الجديد ده احسن ايفون، حتى احسن من الايفون اللي هم قالوا عليه جامد السنه اللي فاتت، وده بيحصل وانت مش واخد بالك. لما يطلع في المؤتمر يقول لك المعالج ده اسرع من المعالج اللي قبليه بتاع السنه اللي فاتت 20%، وتيجي تمسك الجهازين في ايدك تلاقي الفرق انت مش ملاحظه، فرق مش مستاهل انك تداين وتدمر حياتك بسبب انك عايز تشتري التليفون الاحدث. ده غير انك بنسبه كبيره بتلاقي التصميم مشابه للتصميم بتاع الاصدار اللي قبله، وممكن يدولك اضافات مش عمليه اصلا زي زرار الكاميرا كنترول، زرار صعب جدا تستخدمه في حياتك اليوميه، ومن كتر ما هو مش مهم قوي انت ممكن تنسى ان هو معاك في تليفونك اصلا. تعال شوف بقى ابل قدمته ازاي في المؤتمر بتاعها، هتحسسك انك لو مش معاك الزرار ده في تليفونك انت مش هتعرف تصور نهائي. زرار بقى في الحياه العمليه النتيجه بتاعته ايه؟ صفر. الحياه العمليه اللي لو بصيت عليها صح هتلاقي ان انت الموبايل اللي انت غضبان عليه وهو في ايدك ده بيقدم لك 90% من الموبايل اللي هم بيعلنوا عنه. هم بيبيعوا لك بس شعور جديد مش نقله نوعيه هتحصل في حياتك. وانا هنا بكلمك في موديلات زي ال12 وال13 وال14، مش محتاج انك تشتري ال17 او ممكن تاجله شويه لو انت معاك دول. الموبايلات دي اسعارهم بتتراوح من بين 350 ل 600 دولار. الموبايلات دي بقى بتقدم لك 90% من الموبايل اللي هم بيعلنوا عنه ب 1200 دولار. الكاميرا بتكون كويسه والاداء كمان، ده ممكن توصل لمرحله ان موبايلك القديم ده بطاريته ممكن تكون احسن من بطاريه الموبايل الجديد. ده غير التحديثات المستمره اللي ابل بتدعمها للتليفونات القديمه، ودي حاجه برضو اسمها تسويق. هم في الاول وفي الاخر عملوا منتج وبيسوقوا له. انت تقدر تشتري موبايلات جديده في حاله واحده، وهي ان الموبايل الجديد اللي انت هتجيبه ده يقدم لك مميزات حقيقيه، وفي الاغلب مش هتعرف الحاجات دي الا بعد 4 اصدارات مثلا من الايفون بتاعك. طب امتى بالظبط تشتري ايفون جديد؟ بص خد مني القاعده دي وامشي عليها بقيه حياتك.
اوعى تشتري موبايل قبل الاصدار الرسمي. يعني ايه؟ يعني ابل بتعلن كل سنه في شهر 9 عن الايفون الجديد، ما تجيش انت بقى في شهر 6 او 7 او 8 تقول لي انا عايز اشتري ايفون جديد. استنى بعد الاعلان على الايفون الجديد كل الايفونات القديمه سعرها بيقل. وعلى فكره الكلام ده مش على ابل بس، ده عموما على كل الشركات. الفكره كمان هنا انك تعرف تسيطر على عاطفتك شويه، ما تفضلش تتفرج على ريفيوز وتنزل تجرب الموبايل في الستورز وتيجي تقول لي اصل انا مش قادر انا هموت واشتري الموبايل ده. طبعا لو انت معاك فلوس يا باشا دلع نفسك براحتك، دي حريه شخصيه. انا بكلم المستخدم الطبيعي اللي زي اي حد. واهم حاجه لما تعوز تقرر قرر بده مش بده. وشفت بقى لما عوزت اقتنعك بموبايلك القديم جبت لك شخصيه ناجحه ومعاها فلوس ازاي؟ فهمت الفكره؟